السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشجعي نادي الزمالك في كل مكان ومساءكم زملكاوي. زي النهاردة من 8 سنين كان الزمالك عنده مباراة في الدوري قصاد إنبي في ملعب الدفاع الجوي، وكعادة جمهور الزمالك راحوا يساندوا فريقهم، وبدل ما يكونوا وسطنا في المدرج فرقونا وسابوا جوانا ذكرى حزينة هنفضل نحييها كل يوم 8 من شهر فبراير. رحم الله ال20 وأسكنهم فسيح جناته. دقت خلاص ساعات الخطر واقتربت الملحمة الأفريقية، واشتقنا لتحقيق حلم بنسعى له من 21 سنة. بعد بكرة إن شاء الله هي أولى مباريات الزمالك في دوري المجموعات، وعلى الرغم من خلافنا مع لاعبي الزمالك بسبب المستوى اللي بيقدموه من مباراة أسوان والنتائج الكارثية، إلا إنه جه الوقت إننا نرمي كل الخلافات ورا ظهرنا ونفكر بس في الملحمة الأفريقية. بعد يومين يا لاعبي الزمالك هتكون انطلاقتكم في دوري المجموعات، وقدامكم خيارين بس: يا إما ترجعوا ثقة الجمهور فيكم وتحاربوا عشان تحصدوا البطولة الأفريقية، وده هيعوض جماهيركم عن كم الحزن والحسرة اللي تسببتم فيها ليهم، يا إما هتختاروا إنكم تكملوا في نفس طريق التمرد اللي بدأتوا فيه، ووقتها على قد حزننا على قد ما هنحرص إنكم ما تشوفوش الملعب ده تاني حتى لو هنلعب بناشئين 2003. المباراة القادمة هي الفرصة الأخيرة ليكم، أتمنى أنكم تستغلوها صح. حلمت كده خير اللهم اجعله خير، حلم صعب جدا تحقيقه. حلمت أن المستشار مرتضى منصور مد إيده لكل المختلفين معاه من الجماهير والرموز، وعمل مبادرة جميلة كده وشيك زي ما أحيانا بيمد إيده الكابتن بيبو ويقول أنا بعمل مبادرة اهو لنبذ التعصب ومستعد أزور النادي الأهلي. في نفس الحلم بقى حلمت بإيه؟ حلمت ان رموز نادي الزمالك كل واحد فيهم كده جمع التاني وكلف نفسه بس، ونشر بوست واحد دعم فيه الزمالك ورئيسه ضد كل مسؤول عايز ياكل حق الزمالك، وطالب المستشار مرتضى منصور يلجأ للفيفا ويعمل مؤتمر يجمع فيه كل الرموز الزملكاوية عشان تعمل وقفة إيجابية ضد المنظومة الرياضية المفترية. يعني باختصار كده يا عزيزي، مستشار مرتضى منصور يصحى من النوم ويعمل بيان فيه بيمد ايده لرموز نادي الزمالك، بعدها يقوم كابتن رحابة بورجيلة يكتب بوست يقول فيه انا بدعم الزمالك ورئيسه، بعدها يقوم كابتن حازم من النوم وكابتن فاروق وكابتن حسن شحاتة وكابتن حمادة عبد اللطيف وميدو وكل من ينتمي لنادي الزمالك ويعلن دعمه الكامل لنادي الزمالك ورئيسه، وينسى الخلافات ويبص بس لمصلحة النادي اللي بيحبه وبينتمي له ويقول كلنا وراك يا زمالك. تفتكر يا عزيزي لو حلمي ده اتحقق ممكن يحصل ايه؟ اقولك انا باختصار هيحصل ايه. كل مسؤول فاسد جوه المنظومة بيحاول ياكل حق الزمالك او بيحاول يعطل مسيرته هيجيله تبول لا ارادي، وهيشاهد الموقف وركبه بتخبط على الجيران ومش لاقي حد يفتح له ولا يغيثه، وهتلاقي كل المسؤولين في المنظومة الرياضية من كبيرها الأصغر راس فيهم بيدادي فيك وبيحايلك ويقولك أمرني انت كل طلباتك مجابة، لكن بلاش والنبي الوقفة دي، انا اصلا انا اللي هطير في الرجلين بعدها وهبقى انا كبش الفدا. كل اللي بقوله لك ده والله حرفيا هيحصل، ومن غير حتى ما تاخد اي خطوات هيجيلك حقك وفوقيه بوسه، ويمكن كمان يحصل لك استثناءات لو عايز، لكن طبعا احنا بنفكر دايما بشكل مختلف. كل رمز من رموز الزمالك شايف خلافه مع مرتضى هو الازمه الكبرى، لكن انهيار الزمالك اللي عمل اسمه وركبه عربيه واداله شهره ومجد ما كانش ممكن يحلم بيهم ده عادي، دي مش ازمه، ده كلام فاضي. على الجانب التاني مرتضى منصور شايف ان رموز النادي ماتوا، تعيش انت، والرمز الحقيقي بالنسبه له هو اللي بيطبل له، واهم صفاته انه يكون لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، لكنه لازم يكون مميز في هز الراس. ليه بقى؟ لان اي رمز له شخصيه او عنده راي لو عمل شيء ايجابي هيحسب له ويسحب البساط من تحت المستشار، والفضل مش هينسب له، ودي كارثه في حد ذاتها. انا اسفه لو صحيتك من الحلم الجميل ده، بس هي دي يا عزيزي الحقيقة وده الواقع. أما الحل فمجرد حلم صعب تحقيقه، وده مش لأنه حلم صعب أو مستحيل أو حتى محتاج إمكانيات كبيرة، ده لأن رموزنا الجمال الكيوت متقمصين دور أحمد آدم في حوض كرامة، ومرتضى منصور اللي لا ينطق عن الهوى مش عايز حد ينجح أو ينسب له أي فضل غيره هو وولاده. أسباب ودوافع قوية جدا وتستاهل تخلينا نشوف الزمالك في انهيار دايم الصراحة. نفسي الناس دي تفوق وتعرف ان القوي بس في الرياضة المصرية هو اللي بيتعمل له حساب وبياخد حقه، والقوة عادة مستحيل ممكن تتمثل في شخص واحد ولا حتى بتتمثل في مليون شخص، مادام كل شخص فيهم له رأي مختلف وشايف النجاح من زاويته هو بس. تعرف يا عزيزي ان الزمالك اخر 8 ماتشات فاز في مباراة واحدة والباقي كله هزايم وتعادلات، ومحدش فكر يقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ عارف ليه؟ لان الزمالك ملوش اهل يسألوا عليه الا جماهيره، وجماهيره دول ناس غلابة
بيزعلوا وبيناموا مقهورين، والصبح بيسألوا الماتش الجاي امتى عشان يتحرق دمنا تاني، ويرددوا دايما سنظل أوفياء حتى تبتسم السماء. شعار جميل جدا في الوفاء والانتماء، لكن تأكد يا عزيزي إن أي ابتسامة هتيجي من السما هتكون بمثابة معجزة، ولابد يكون لها أسباب. ومادام مفيش مجلس إدارة بيشتغل، ومفيش جهاز فني له صلاحيات، ومفيش فلوس في النادي، ولاعيبتك مش عايزة تلعب، يبقى لازم هتخسر. ولا انت فاكر انك بتلاعب نفسك في الملعب، ولو ما سجلتش مش هتستقبل؟ 7 تعثرات في آخر 8 ماتشات، ومحدش سأل في الزمالك، بل بالعكس ده الاتحاد بيدوس كمان علينا، مش عايز يقيد لنا صفقاتنا عشان نقع أكتر وأكتر. لكن تعالى كده خلي النادي المنافس يقع له ماتشين على التوالي، والله الموضوع ما محتاج ماتشين، ماتش واحد بس هتلاقي المحللين والإعلاميين سايبين الدنيا وبيناقشوا ازاي ممكن نعدل المسار. هتلاقي رموز النادي المنافس بيحاربوا أي ظلم تعرضوا له حتى ولو كان ظلم وهمي. هتلاقي إعلاميين قناة المنافس بيهددوا بالجماهير وقوة الجماهير. أما بالنسبة لنا فرئيس نادينا بيحارب الجماهير أساسا بدل ما يستمد قوته منهم. احنا عندنا مشاكل كتير جدا، اتمنى اننا في يوم نعمل مبادرة زي دي وننسى خلافاتنا ونبص بس لمصلحة الكيان الكبير اللي عمل أسامينا ولمعنا وسكننا ولبسنا وعلمنا وعلم ولبس عيالنا وأحفادنا وادانا شهرة ما كناش نحلم بيها. بالمناسبة عايزة أقول للمستشار مرتضى منصور إن الراجل الوطني هو اللي لما يشوف فساد يحاربه عشان يشوف بلده في أحسن صورة ليها، وإنت بالفعل كنت بتعمل ده. لكن الوطني مش اللي يجزأ مبادئه عشان النشاط في مصر ما يتجمدش. مصر مش هتخرب لما النشاط يتجمد، بالعكس مصر بعدها هتبقى أفضل من كل الدول اللي كانت أقل مننا والنهاردة سبقتنا. بمشيئة الله تعالى الونش خلاص راجع وهينضم للتدريبات الجماعية بعد 10 أيام من دلوقتي، وإن شاء الله خط ظهر الزمالك هيرجع من تاني صلب وقوي زي ما كان في السابق مع عودة الونش وانضمام شبانة للزمالك. الزمالك فعلا في حاجة لوجود الونش وشبانة بعد ما غنوة وزنجاري قدموا ضحك كفاية في الفترة اللي فاتت، ونشروا الفيروس كمان لحسام عبد المجيد اللي أصبح مرعوب لمجرد لعبهم جنبه بعد ما كان مطمن جدا لما كان بيلعب جنب الونش. أفتكر برضو إن انضمام بالحاج هيدي تقل لنص ملعبك، وانضمام منسي برضو هيكون أحد الحلول الهجومية في تيم نادي الزمالك. في النهاية بتمنى التوفيق لنادي الزمالك في انطلاق الدوري مجموعات أفريقيا يوم الجمعة القادمة، ومهما كانت الظروف وأيا كانت المتاعب اوعى تبطل تدعم الزمالك.